السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنحل مع بعض المحاضرة الرابعة، ثورة الشعب المصري وتولية محمد علي، أو بلغة أنا وأنت محمد علي، الجزء الأول، الدرس وربع. يلا حل معايا يا وحش. العامل المشترك لقيام الثورة المصري، لقيام المصريين بالثورة ضد الولاة العثمانيين والمماليك إن الاثنين بيفرضوا ضرائب كتير. حقق محمد علي هدفه من الانضمام لصفوف الشعب المصري 1804، وهو أهم حاجة عنده كان ارتفاع مكانته من القوى الخارجية اللي عرضت حكم محمد علي. انجليز، المماليك والاتراك من جوه البلد الزعامه الشعبيه كانوا عايزينه. تدهور العلاقه بين الانجليز والسلطان العثماني بعد رضوخ السلطان العثماني للزعامه الشعبيه. ظهرت ثمار الحمله الفرنسيه في ابراز قوى سياسيه جديده على الساحه. مين اللي ظهر جديد على الساحه؟ الزعامه الشعبيه. اول من ادرك بروز قوه الزعامه الشعبيه، اول واحد عرف ان الزعامه الشعبيه مهمه، هو عمك محمد علي. قام محمد علي بخلع مين من نقابه الاشراف؟ عمر مكرم. تخلص محمد علي من ايه في مذبحه القلعه؟ طبعا اتخلص من المماليك. بدأ محمد علي تطبيق سياسة الحكم المطلق. حكم مطلق يعني بقى بيحكم مصر من كل النواحي. مذبحة القلعة آخر ناس تخلص منهم وبتنساها دايما. كان من إصلاحات محمد علي في مجال الزراعة إن هو استثمر أو اهتم بالري والتعليم الزراعي. سيطر محمد علي على الصناعة لأنه اشترى المنتجات الصناعية من الصناع. طب صح وغلط؟ تولى محمد علي حكم مصر 1804. غلط. تاريخ مهم وقلت لك 1805. تم اختيار محمد علي وليا على مصر بعد عزل خورشيد باشا، دي حقيقة. تنكر محمد علي من الزعامة الشعبية لرغبته في الانفراد بحكم مصر. يعني ايه يا مستر؟ يعني هو نكر جميله. ده حصل فعلا، هو نكر جميله لما نفى عمر مكرم إلى دمياط. سؤال 4. جاءت حملة فريزر على مصر 1807. فعلا محمد علي 1805، بعدها بسنة كان هيتنقل، بعدها بسنة الحملة 1807. نفى محمد علي الزعيم محمد كريم إلى دمياط. طبعا مش محمد كريم، عمر مكرم. تخلص محمد علي من المماليك في مذبحة القلعة 1800. غلط. التاريخ فيه مشكلة. 1811. تولى محمد علي حكم مصر بإرادة الشعب قبل موافقة السلطان. صح، ومع ذلك السلطان قبل بعد كده. يعني لو قال لك ضد رغبة السلطان، لا يبقى غلط. بعد كده السلطان هيوافق. يرجع الفضل الأول لهزيمة حملة فريزر لأهالي رشيد والحماد. طبعا الناس دي جدعان قوي، هم اللي هزموا الحملة. قام محمد علي بخلع السيد عمر مكرم من نقابة الأشراف. فعلا هيخلعه. شهدت مصر حالة من الاستقرار السياسي منذ خروج الحملة الفرنسية. لا، ما كانش في استقرار، بدل استقرار فوضى. جهر محمد علي بالانضمام إلى العلماء والمشايخ أثناء ثورة الشعب المصري 1804. صح، جهر يعني كان بيقعد معاهم قدام الناس كلها. أصدر السلطان العثماني فرمانا بعزل خورشيد وتولية محمد علي حكم مصر. الكلام ده 1805 على فكرة، اللي هي السنة اللي تولى فيها محمد علي حكم مصر. سؤال رقم 13. حاولت انجلترا تدعيم موقف محمد علي بعد توليته السلطة. طبعا غلط. بدل تدعيم احسن اجابة تكتب زعت. نقل محمد علي تم نقل محمد علي الى ولاية سالونيك بناء على فرمان 1806. لا، لم يتم. طبعا الزعامة الشعبية وقفت الى جانب محمد علي وانقذته من الفرمان. اقدم محمد علي على خلع السيد عمر مكرم من نقابة الاشراف. حصل. تخلص محمد علي من المماليك بطردهم ونفيهم خارج البلاد. طبعا لا. بدل بطردهم ونفيهم خارج البلاد بمذبحة القلعة. ثورة الشعب المصري عام 1804. ايه سبب الثورة؟ بما تفسر قيام ثورة الشعب المصري 1804. فرض حاجتين فاكرينهم: الضرائب والإتاوات على الأهالي. فرمان السلطان العثماني بنقل محمد علي 1806. ايه سبب الفرمان بتاع السلطان؟ طبعا اقناع الدولة اقناع بريطانيا. معلش بقى اشرحها لك. اقناع بريطانيا للسلطان بضرورة نقل محمد علي او عزل محمد علي وتولية تابعها محمد بيك الألفي او اي ولي عثماني اخر. شيل محمد علي، هات محمد بيك الألفي او اي حد غيره. ارسال انجلترا حمله فريزر على مصر 1807. ايه سبب الارسال بتاع الحمله؟ طبعا هنا ما يقولكش او ما تقوليش بسبب توتر العلاقه بين محمد علي او بين الدوله العثمانيه والانجليز. لا، هتقول لي 3 اسباب: احتلال مصر، لخلع محمد علي، لتوليه محمد بيك الألفي. تكتب ال3 نقط، اوعى تسيب نقطه. اصرار محمد علي للقضاء على الزعامه الشعبيه. ليه محمد علي كان مصر انه لازم يقضي على الزعامه الشعبيه؟ قال لك زعامه شعبيه، قال لك مماليك في اجابه مشتركه: لينفرد تماما بحكم مصر. لينفرد تماما بحكم مصر. بس المماليك هنزود واحده. طب تعال نخش بقى على الربع درس اللي احنا هنزوده. نشاط التجاره الداخليه والخارجيه في عهد محمد علي.
طبعا نقطتين، بسبب اول حاجه ازدهار الزراعه والصناعه، ده اول سبب. تاني سبب الاستقرار الداخلي لمصر، ان محمد علي خلى عندنا استقرار حقيقي ما كناش بنشوفه قبل كده. ازدهار الزراعه في عهد محمد علي، طبعا لان محمد علي هيحسن الزراعه باربع حاجات، لازم تكتب الاربعه. ادخل اساليب وغلات زراعيه جديده، انشا مدرسه للزراعه واستخدم لها الخبراء من الخارج. ثالث نقطه انه اهتم بمشاريع الري، فحفر الترع زي ترعه المحموديه، وعمل قناطر على النيل زي القناطر الخيريه. واخيرا امد الفلاح بكل ما يلزم للزراعه من بذور ومواشي وادوات زراعيه. هنا 4 نقط ما ينفعش ينقصوا نقطه بالله عليك. ما النتائج المترتبه على انضمام محمد علي للعلماء والمشايخ عام 1804؟ ايه نتيجه ان محمد علي انضم للعلماء والمشايخ 1804؟ طبعا علو مكانته، علو مكانه محمد علي. تدهور العلاقه بين انجلترا والسلطان العثماني عام 1807، ايه نتيجتها؟ انها تستغل ده وترسل على مصر حمله فريزر. مذبحة القلعة 1811، ايه نتيجتها؟ ان بيها محمد علي يتخلص من المماليك، كمل وينفرد تماما بحكم مصر. اخر ناس محمد علي هيتخلص منهم هم المماليك، مبقاش فاضل حد بعد كده. الحملة الانجليزية على مصر 1807، طبعا اتهزمت الحملة في رشيد والحماد. بعد ما اتهزموا جلاء الحملة مقابل تسليم الأسرى. واخيرا زي ما قلت لك بيتفشخر بقى، دخل محمد علي الاسكندرية منتصر. طب يلا نحل اكمل. بالنسبه لاول سؤال في اكمل معانا، تصارع على حكم مصر بعد خروج الحمله من مصر الدوله العثمانيه ومعاها المماليك، واخيرا انجلترا او الانجليز. نظم محمد علي الاقتصاد المصري على اساس حاجه اسمها الاحتكار بالكاف. من اهم مشاريع الري التي انشاها محمد علي اسمه مشروع ري. عندك مثلا ترعه، تقدر تكتب اي واحده، ترعه المحموديه. مثلا انا عايز اكتب القناطر الخيريه، براحتك يا بابا. قرر زعماء الشعب المصري من علماء ونقباء طوائف عزل الوالي العثماني وتوليه محمد علي. ركز هنا، بيسالك عزل ولا توليه. حكم مصر عام 1805. كان عام 1805 اول مره يعزل فيها مين في تاريخ مصر الحديث من قبل الشعب؟ الوالي. من 1516 او 1517 معركه ريدانيه، واحنا ما بنعزلش الوالي الا لما يتقال لنا، او اللي مش ما بنعزلوش اصلا، هم اللي بيتعزل لنا. ساعد بريطانيا الى توليه مين حكم مصر بدلا من محمد علي؟ بريطانيا كانت عايزه مين مكان محمد علي؟ محمد شاطر بك الالفي. ارسلت انجلترا حمله الى مصر عام 1807 بقياده فريزر. مصر اسمها حمله فريزر وقائدها فريزر. حرم محمد علي مماليك من توليه المناصب الكبيره مثل منصب مشيخة شيخ البلد. البلد. المدينه التي قام محمد علي بنفي سيد عمر مكرم اليها، طبعا دمياط. قام به محمد علي 1811 وساعده على الانفراد بحكم مصر. مذبحة القلعة. إحدى المنشآت اللي أنشأها محمد علي لتوفير مياه الري، هيوفر مية الري طبعا بالقناطر الخيرية. هنا كيف أكتب ترعة المحمودية؟ لا، الترعة ما بتوفرش المية، بتوصل المية. أمر السلطان يصدر السلطان العثماني واجب التنفيذ، طبعا هنا اسمه فرمان. مكان اجتمع فيه زعماء الشعب المصري وقرروا عزل خورشيد، دار المحكمة. أشطر كتكوت يزود بين قوسين بيت القاضي. الواجب ده أحسن مكان تكتب إجابتك النموذجية عشان تقدر تحفظ الإجابة النموذجية وتقدر تكتبها في امتحان الترم. مثل ما أنا كده حافظها هتنساها. إحنا دماغنا مش ورقة، مش كل حاجة هتكتبها تفضل موجودة، لا، إحنا دماغنا زي البحيرة، ممكن تفضل فاكرة الحاجة بس مع الوقت بتنسى، كل حاجة بتختفي في البحيرة. وضح دور الشعب المصري في تولية محمد علي. هتشرح بقى وتحكي ان الشعب المصري اجتمعوا في دار المحكمة بين قوسين بيت القاضي وقرروا عزل خورشيد باشا وتولية محمد علي بدلا منه. موقف محمد علي من الزعامة الشعبية. محمد علي هيعمل ايه من الزعامة الشعبية؟ طبعا هيعمل معاهم قلة أدب. هيعمل ايه؟ انه هينفي او هيعزل السيد عمر مكرم من نقابة الأشراف، وهينفي عمر مكرم إلى دمياط.
طب ايه سبب الموقف ده؟ لينفرد تماما بحكم مصر، ان في شرط ان هو لازم يسمع كلامهم وهو مش عايز يسمع كلام حد. مظاهر اهتمام محمد علي بالزراعه، هتشرح ازاي محمد علي اهتم بالزراعه؟ قلناها في سؤال فوق. طبعا لازم تكتب اجابه مرتين عادي، انا ببقى حاطط الاسئله دي متكرره عشان بتجيلك في الامتحانات كتير. طب قول لي يا مستر محمد علي اهتم بالزراعه ازاي؟ هيدخل اساليب وغلات زراعيه جديده، هينشئ مدرسه للزراعه ويستخدم لها الخبراء من الخارج، هيهتم مشاريع ري فيحفر ترعه المحموديه والقناطر زي القناطر الخيريه، واخيرا هيمد الفلاح بكل ما يلزم للزراعه من بذور ومواشي وادوات زراعيه. مظهر تطبيق محمد علي للاحتكار في الصناعه، هيدي الصناع كل ما يلزم للصناعه ويشتري منهم المنتجات الصناعيه. اخر سؤال معانا في الواجب، في ماذا يحدث اذا بنعكس النتائج. ناس كثيره منكم ما يعرفوش يحلوا ماذا يحدث اذا، بالراحه كده. ماذا يحدث اذا لم تقف الزعامه الشعبيه بجانب محمد علي ضد فرمان 1806؟ ايه اللي كان يحصل لو الزعامه الشعبيه ما وقفتش جنبه؟ طبعا كان هيتم نقل محمد علي الى ولايه سالونيك في مقدونيا في اليونان. نجحت حمله فريزر في تحقيق هدفها، لا احتلوا مصر وخلعوا محمد علي وولوا محمد بيك الالفي. ابقى محمد علي نظام الالتزام ده كان وحش قوي، فلو كان خلاه كانت الزراعه ستبقى متدهوره او منهاره مش هتتحسن. وبكده نبقى خلصنا الواجب بتاعنا، وطبعا هشوفكم ان شاء الله كمان حبه صغيرين عشان فيديو جديد وواجب جديد وتصحيح جديد. وبالله عليكم خليكم دايما مركزين في التصحيح، لان ده معمول عشانك انت وانا عايز افيدك انت. السلام عليكم.